ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. وصفتي النهارده سهله وبسيطه، دايما بناكلها في المطاعم وبتطول ايدينا في العزومات. هي البيكاتا مشروم. الاول بنجيب شرايح البيكاتا ونحط الزيت والزبده وبنشوحهم على اليمتين حوالي دقيقتين من كل اتجاه، ونحط ملح وفلفل كده. بتكون استوت تقريبا حوالي 80%، لان هي مش بتغيب. بعد كده بنقطع بصل، وفي نفس الطاسة اللي احنا شوحنا فيها البيكاتا بنحط قطعة زبدة وبننزل بالبصل، ندبله شوية كده ويصفر، ونحط ملح وفلفل. طبعا لما بنضيف المشروم ده بيعلي من قيمة الأكلة وبيدي طعم هايل وتحفة. بنكون مقطعينه بعد ما ندبل البصل ونروح نازلين بيه ونشوحه مع البصل. في النص بحط قطعة زبدة ومعلقة دقيق واشوحهم، عشان هو ده اللي هيعمل الربط في الوصفة. عندي شوربة لحمة، شوربة فراخ، أي شوربة موجودة بزود وأقلب تقليبة وأسيبهم يغلوا شوية. بعد كده برجع البيكاتا يكملوا سوا كلهم مع بعض. بحط معلقة مستردة، فصين توم، دول ما وضحوش قوي في التصوير بس بيدوا طعم تحفة. البيكاتا مشروم بتتقدم مع رز أبيض، خضار سوتيه، ماش بوتيتو، اللي انتوا حابينه. طول ايدينا في العزومات، واكله بسيطه وسهله ولذيذه جدا. يا رب الوصفه تعجبكم. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. ولو اول مره تشوفوني، انا الشيف ميمي.